عندها 6 بيضات. السلام عليكم. نبدأ بسم الله ما شاء الله. معكم ابن الشام. اخواني كنا منكم صلوا على النبي. اذكروا الله لا اله الا الله سيدي محمد رسول الله. هذا الفيديو عبارة عن معلومات عامة، معلومات كاملة وشاملة بإذن الله تعالى. يعني هذا الفيديو ما فيه معلومة واحدة، فبدي منك بس تتابع الفيديو للنهاية، حط لنا لايك وتشترك بالقناة، واهم شيء تعمل مشاركة لهذا الفيديو. وان شاء الله رمضان مبارك عليكم وعلينا وعلى الجميع، والله يتقبل طاعتكم ويتقبل اعمالكم يا رب. طبعا اللي بحب يتابعني على السناب شات رح يكون رابط السناب بصندوق الوصف او مثبت باول تعليق، ورح تلاقوه كمان مثبت بالبايو على قناتي على اليوتيوب، واللي عم يشوفني على الفيسبوك كمان رح يكون مثبت باول تعليق باذن الله تعالى. اول شيء اجاني سؤال بالنسبه للفراخ. نحن بس بدنا نفطم الفراخ نخليهم لحالهم، يعني امتى بنفطم الفراخ؟ يوم يكون عمر الفراخ تقريبا 35 يوم، تمام؟ في عالم تفطم عن 30 حسب. طيب انا كيف بدي اعرف مثلا امتى بدي افطمهم بالوقت المناسب؟ وانا ما بعرف عمرهم يعني بالاساس، ما ترخت يعني، ممكن عمرهم 25 يوم 30 يوم يلي إن كان. بتحط قطعة تفاحة، إذا الفراخ صارت تاكل منها لحالها، صارت تروح مثلا تشرب مي لحالها مثلا كمثال، أنت هذيك الساعة فيك تفطم الفراخ على المضمون بإذن الله تعالى. وبنفس الوقت بدك تراقب الفراخ وتشوفهم يوم تفطمهم لحالهم إذا كانوا عم ياكلوا ولا لا. طيب شو الغذاء اللي لازم نحن نقدم لهم لهدول الفراخ بس نفطمهم؟ طبعا بإذن الله تعالى أنا يومين 3 أيام رح أفطم الفراخ، وهي الانتاي رح أحطها بدال هذيك الانتاي لحد الساعة هي ما لفت العش، رح ننقل هاي الانتاي على القفص الكبير. طيب اول شيء اخواني حبايبي لازم تعطيه خضروات وفواكه، او مثلا بعض الخلطات اللي مقدمه عندي انا بالقناه على اليوتيوب. يعني ما بصير انا فطمت الفراخ اعطيهم بس البذور اللي انتم شايفينها قدام عينكم، تمام اخواني؟ لازم تقدم انت بعض الخلطات والخضروات والفواكه، والافضل واحسن الشيء اللي هي الباتيه والباتيه الطريه، تمام؟ طبعا امتى انا مثلا بدي انظف الاقفاص؟ مثل ما انكم شايفين الاقفاص الله يعزكم وسخه، انا بخليهم بس حتى افطم الفراخ، بنظف الاقفاص بجهزهم، تمام؟ وبيكون قفص الفراخ يلي بدي افطمهم كمان نظيف ومرتب. هذيك الساعه انا بنقل الفراخ، بعدين بدي اشيل الانتايه احطها بهذاك القفص، بنظف القفص هذا مشان انقل هذا الجوز على هذا القفص. طيب هاي الانتاي طلعت عندي فرخ واحد من اصل 4 بيضات تقريبا. عندي فرخ بقلب البيضة مات، وعندي 3 بيضات طلعوا غير مخصبات. انا عم وضح لكم كل شيء وعم كون معكم صريح بكل شيء لحتى تكونوا انتم على بينه بكل شيء باذن الله تعالى. طيب لما انا طلعت لي فرخ واحد من 5 بيضات، هل يعقل خليها مثلا هاي الانتاي الطعمي هذا الفرخ؟ لا، من المفترض انت يكون عندك مثلا جوز ثاني او جوز ثالث مثلا لحتى تعمل الحركه اللي عملها ابن الشام. انا شو عملت صراحه؟ لما لقيت عندي فقط هاي الانتاي طلعت لي فرخ واحد، مسكت هذا الفرخ ونقلته لعند هاي الانتاي، بس ولكن بشرط من المفترض يكون عمر هذا الفراخ اللي هون نفس عمر هذا الفرخ. رح نشوف هلا كلياتنا سوا باذن الله تعالى. وبدي منكم بس صلوا على النبي واذكروا الله. بسم الله. يوم انت بدك تشعل الانتاي، اول شيء بتعطيها علامه وتنبيه، شكلها كانت عم تطعمي الفراخ بس ولكن معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك يا رب. شايفين اخواني؟ هذا فرخ الاغاط مبين لونه اسود سبحان الله. و3 فراخ اللي هن فراخ او اهالي الريد فاكتور، مثل ما يكون شايفين الفراخ مختلفة لونها عن فرخ الاغاط، نفس العمر، تمام؟ حطهم مع هاي الانتاي حساب الوقت، وخلي هاي الانتاي ترجع تبيض مرة تانية بإذن الله تعالى، أحسن ما طعمي فرخ واحد وتقعد 45 يوم فقط على فرخ واحد. يعني ما بصير عمر الفراخ هون مثلا كمثال 10 أيام، عمر الفرخ هون 3 أيام 4 أيام اجي احط هذا الفرخ معهم، لا بيقتلوه لأنه حيكبر بيقتلوه. وفي طريقة أنا على طول بشتغلها مع طيوري وعلى طول أنا بنوه عليها، اللي هي عندي الانتاية هي بسم الله ما شاء الله بيضة، تمام؟ كم بيضة؟ 4 بيضات. طيب انا شو عملت هون؟
مشان يطلعوا الفراخ كلياتهم بنفس العمر بنفس المستوى بنفس الحجم تقريبا مثل ما انكم ملاحظين. بسم الله الله يبارك. شايفين بسم الله ما شاء الله. بنقول البيض وبعطيها بيض بلاستيكي. طبعا هذا هو البيض البلاستيكي، عفوا هذا هو البيض الطبيعي تبع الانتاي. انا بحطه بهذا الشكل، الرأس المحدب لتحت، هذا مثل ما يكون ملاحظين. ليش؟ شو السبب؟ رح اقول لك شو السبب. لان الفرخ بتنفس من هاي المنطقة، ما بصير انا احطه بالعكس، يعني ما بصير انا احطه مثلا بهذا الشكل. خليكم معي، ما بصير انا احطها بهذا الشكل هيك. هيك غلط، لازم بالعكس. هيك بتضمن انت باذن الله تعالى بيطلعوا الفراخ كلياتهم بعمر واحد وبحجم واحد. طيب امتى انا برجع البيض لعند هاي الانتاي؟ يوم انا اشوف مثلا الانتاي هي خلص ختمت البيض، يعني هلا بيض البركه 4 بيضات بستنى لبكره، اذا زدت الخامسه اوكي تمام، اذا لا برجع بمسك البيض وبرجعهم لعند هاي الانتاي. رح نشوف كلياتنا سوا. بسم الله ما شاء الله. تعال يلا قوم حبيبتي تعال. شايفين كيف؟ بيض بلاستيكي. لازم انا بكره اشوف اذا عندي انا الانتاي زدت البيضة الخامسة اوكي، لا برجع لها البيض اللي عند هاي الانتاي. يلي عم يسأل بالنسبة لهي الانتاي تقريبا رح يصلها شهر لافة العش، واللي متابعني بيعرف اموافيكم بكل شيء. هاي الانتاي صلها شهر لافة العش. هاي الانتاي البركة هذا البطن الثاني، اول بطن طلع على الكب، هذا البطن الثاني. بسم الله ما شاء الله. الانتاي البركة كثير حنونة وعم تطعمي فراخة. امتى انا بحسن هلا اعزلهم؟ لا، بستنى مثل ما قلت لكم بس لحتى يصيروا الفراخ ياكلوا لحالهم. ابو يومين 3 ايام حجمهم منيح صار ما شاء الله وصاروا ياكلوا لحالهم. انا اعطيت لهم تفاح وباتيه وخلطه صاروا ياكلوا مبينين يعني. المهم نرجع على هي الانتاي. هي الانتاي مثل ما قلت لكم انا ما خليت شيء من الكالسيوم، خلطات، بعض الخضروات، الفواكه، الكالسيوم، يعني ما خليت شيء، فيتامينات دعمت الانتاي هي، وبطنها ما في شيء ومالها مريضة ولحد الساعة هي ما باضت. معلش خلي العش مثل ما هو، لا تقرب عليه، سبورة عليها رح تبيض بإذن الله تعالى. هي أنا عم ورجيك عينة قدام عينك. نعمل لكم نظرة سريعة. بسم الله ما شاء الله الله يبارك. مثل ما قلت لكم هاي الانتاي كان عندها فرخ، وانا صراحة وقت قمت الفرخ حتى العش ما نكدته، العش نظيف لانه بس تعملوا تظبيطة صغيرة صلى الله وبارك. تمام. هلا بنيجي نحن على هاي الانتاي. هاي الانتاي البركة بسم الله ما شاء الله طابة على 5 بيضات. هاي الانتاي عندها فراخ بسم الله ما شاء الله. هاي الانتاي ما لفت العش، انتاي لفت العش ولحد الساعة هاي ما باضت. عندي هاي الانتاي البركة عندها فراخ مثل ما انكم شايفين، الفرخ عم يجي ياكل لحاله من الخلطة. هاي الانتاي بسم الله ما شاء الله لفت ولسه ما باضت، تقريبا صار لها لفة شي 3-4 ايام. تمام. طبعا هلا انتم مثل ما انكم ملاحظين هلا شفتوا قدامكم البيضة الخامسة كاببتها بالارض. خلينا بس مثل ما انكم ملاحظين هلا شفتها قدامكم انا وملحقة تحطها بقلب العش. طبعا هون بسم الله ما شاء الله في فراخ الله يبارك. بسم الله ما شاء الله. تعال البركة 3 فراخ وانتاي حنونة وعم تطعمي وامورها باللوز. وهون البركة عندها بيض ما شاء الله هلا مفقسته جديد مثل ما يكون ملاحظين. بسم الله الله يبارك. طيب وهلا هون كمان بسم الله ما شاء الله الانتاي لاف العش عاوزها بيض باذن واحد احد. هاي هون لساتها ما عملت شي نهائيا، لا لفت ولا عملت ولا ساويت ابدا. هاي الانتاي بسم الله ما شاء الله عندها 3 بيضات الله يبارك يا رب. هاي الانتاي البركة بسم الله ما شاء الله عندها فراخ. شوف ما شاء الله اللهم صل على النبي. البركة كم فرخ؟ 3 فراخ البركة، 3 فراخ. طبعا هلا اغلبكم رح يسال انه انت مثلا ابن الشام ليش جايب هذول مثلا الصفر؟ هذول الصفر اخواني مثل ما قلت لكم انا حضانات للحسون باذن الله تعالى. احنا عم نعمل تجربه انه الانتاي يلي بالطعمي رح خليها باذن الله تعالى هي الطعمي فراخ الحسون.
هاي الانتاية البركة بسم الله ما شاء الله عندها 6 بيضات، 6 بيضات بسم الله الله يبارك. وهذا الذكر مثل ما قلت لكم رح نرجعه لانتايته باذن الله تعالى، بس نفطم هاي الفراخ رح يرجع الذكر لعند هاي الانتاية. هذا هو كان الفيديو لليوم، بتمنى ان شاء الله يكون نال اعجابكم واستفدتوا. كان معكم ابن الشام والسلام عليكم.